يقول: جرت الأقدار وأصبحت مديونا ب50,000 ريال، وتعسرت الحال، وكان من يطلبني على وشك أن يوقف خدماتي بقرار من المحكمة. كنت في حالة يرثى لها، ولم يعد لدي من المال ما يكفي سوى أن أتصدق بريال وريالين، وكنت أوصل الناس في طريقي بلا أجر، بغية أن يفرج الله ضيقتي. في الوقت الذي كنت أنتظر فيه وقوف الخدمات من المحكمة، اتصلت بي زوجتي وهي تشكي ضيق الحال، وأنها اضطرت إلى أخذ قرض من البنك بقيمة 80,000 ريال، ستأخذ منه ما تحتاجه وهو 30,000 ريال، وستترك ما تبقى لي وهو مبلغ قرضي، وهي لا تعلم. فجعت وأغلقت الهاتف، وبشكل غير شعوري بكيت. سبحان الله، كيف له القدرة والحكمة، وبيده الفرج. رسالتي لحبيبتي: أشهد الله على حبك وأعاهدك أن أبقى الزوج المحب الوفي. ورسالتي لكم: لا تحتقرن من المعروف شيئا. اجتهدت في أسابيع بالصدقة والدعاء وفرجت الحمد لله. العبرة أن الله جل في علاه لا ينتظر منك أن تنسج له البحور والقوافي من كلامك الموزون لتقوله في دعائك، إنه ينظر إلى حرقة قلبك، التجائك وخضوعك، وقدر ثقتك به. تأكد بأنه قدر ثقتك بالله على قدر عظمة الفرج.